وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. طب أنا عندي كذا سؤال كده. لما كنت سألت حضرتك قبل كده إن التفكير بيجي منين، من العقل أو القلب؟ طيب لما يكون في تعارض ما بين العقل والقلب، يعني العقل مثلًا مقتنع بحاجة وكل الشواهد بتقول إن الحاجة دي مثلًا مقنعة أو طيب لحظة شوية، اللي معايا سارة؟ لأ يسرى. يسرى، عذرا يا يسرى. بص يا يسرى، معلش أنا قاطعتك بس عشان المعلومة مهمة. ما فيش حاجة اسمها تعارض بين العقل والقلب. تمام. العقل عملية تشمل أشياء كثيرة، منها أشياء عاطفية. طيب، تمام. فما فيش حاجة اسمها العقل يتعارض مع القلب. يا إما عندك عاطفة عاقلة أو عاطفة جاهلة، لكن لا نقول نحن، يعني نقولها مجازا في العامية، في لما يتعارض العقل والقلب. لكن يا إما العاطفة عاقلة يا إما العاطفة جاهلة. واضح؟ تمام. تفضلي. آه طيب، دلوقتي لمّا يكون مثلًا حد مثلًا يعني بيعترض على سلوك مثلًا الواحد بيعمله أو كده، بس الاعتراض بأسلوب مثلًا مش عاجبه أو كده، إزاي الواحد يوازن ما بين فكرة إنه يقبل النصيحة أو الاعتراض ده، وفي نفس الوقت يعترض على طريقة النصيحة أو كده، بحيث برضه يعني ما يضطرش يطلّع دفاعاته النفسية طول الوقت، يعني كإنه عايز يطلّع اللي قدّامه غلط وخلاص أو كده، يعني يوازن إزاي ما بين رفض الأسلوب يسرى و يسرى نعم. يسرى، اتفضل. لو أنت قلتِ لي دلوقتي يا دكتور أنا ما عجبنيش إنك أنت امبارح قلت كذا، ما الذي ينبغي أن يخطر على ذهني أولا تزكية للنفس؟ وبالمناسبة الأسبوع اللي جاي هنتكلم على موقف من المواقف التطبيقية. هو ليه التفكير لوحده ما بينفعش؟ إنما خلينا أكمل معاكي في اللي أنت اتفضلتي بيه. لو أنت قلتي لي يا دكتور امبارح أنت ذكرت حاجة ما عجبتنيش، أو يعني بصراحة يا دكتور أنا كنت واخدة يعني مش عارف، يعني أنا كنت فاكرة إنك أنت راجل مش عارف علامة إلى آخره. ما الذي ينبغي أن يقفز إلى ذهني أول الأمر تزكية لنفسي؟ إن أنا أقلِّب الكلام في دماغي، إن أنا أفكّر فيه ما إيه اللي هيخلّيني أقلّبه في دماغي أصلًا؟ إن أنا ما يبقاش في عندي عُجب أو إيه اللي هيخلّيني لا أقع في العُجب أو الغرور أو الكِبر؟ إني أعرف إن أنا يعني باخطئ عادي أو لأ، 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 في حاجة قبلها، في حاجة قبلها، حاجة اسمها اليأس من الخلق. آه. عارفة يعني إيه يا يسرى؟ يعني أبقى مش شايفِك، كُلِّك على بعضِك مش شايفِك، ليس احتقارًا لكِ، عشان ما تبقيش أنتِ حاجزًا بيني وبين الصدق. وصلت؟ أيوه. تمام. يعني أنتِ لمّا قُلتِ لي يا دكتور أنت امبارح فعلت كذا وكذا وكذا، أول حاجة تيجي في دماغي شيل يسرى من الطريق وبُص على الحق. هل المسألة تمام. سهلة؟ لأ، مش سهلة، مش سهلة. أيوه. محتاجة صدق ومحتاجة أن أعلم. هي تكملة الجملة اللي إحنا بنقولها في فقه النفس: اليأس من الخلق للوصول إلى الحق. واضحة؟ طَب ممكن أرفض الأسلوب برضه والّا ده بيبقى ممكن ترفضي الأسلوب، يعني ممكن أقول لِك مثلًا بُصّي يا يسرى جزاكِ الله خيرًا، فعلًا سؤالِك كان في مكانه، وبصراحة أنا امبارح فعلًا كان عندي مشكلة في كذا وكذا وكذا، ويظهر إن أنا كان لازم أراجع المرجع العلمي اللي أنا بقى لي فترة ما شُفتوش. طيب، بس ممكن يا يسرى بعد كده لمّا تيجي تكلميني تقولي لي بس المسألة بطريقة ألطف شوية؟ خدتِ بالِك؟ أيوه. إمم. يعني أنا أيوه. بدأت بتلقي النصيحة ثم أخّرت العتب. لأن أنا لو بدأت بالعتب هابقى بانتقم لنفسي. وبالمناسبة طالما ذكرت الحكاية دي، أنا لعلي ذكرتها هنا أو ذكرتها في حتة ثانية. إنه ينسب البعض إلى الشافعي قوله: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أنا هذه الأبيات أربأ بالشافعي أن يقولها، خصوصا أنها ما فيش سند صحيح فيها. لأننا كإنسان مسلم أريد أن أزكي نفسي. اللي قال النصيحة أيا كانت طريقته سأخذ منه النصيحة، وربما أعتب عليه لاحقا.
انما هو كانه يهدي الي عيوبي. واضح؟